جبت لكم اسهل طريقه لعمل الحلاوه الطحينيه في البيت بمكونات موجوده في كل بيت. هاتي بقى كده كوبايه سكر مطحون، ولو مش عندك سكر مطحون اطحني كوبايه في الكبه بتاعه التوابل عادي. تمام كده، وعليها نص كوبايه طحينه ومعلقه كبيره، وعليها نص كوبايه لبن بودر. وقلبي بقى كل المكونات دي كلها كده في بعضها، وعليهم كمان باكوين فانيليا او رشه فانيليا من اللي هي الفانيليا الحبيبات السكر دي، بلاش الفانيليا السايله، ما بتكونش نتيجتها حلوه فيها قوي يعني. تمام كده، وهاجيب بقى علبة فاضية كده، وهاجيب كيس تلاجة افتحه كده، واحط فيه بقى ايه كده سوداني. انتي اي مكسرات حابة تحطيها حطيها، كبسيها بقى حلو كده، كبسي الحلاوة حلو خالص كده، وسيبيها بقى على جنب كده لمدة 3 ساعات بره التلاجة عادي. بعد 3 ساعات دي النتيجة بتاعتها. عايزة اقول لكم اقسم بالله تحفة، وطعمها حلو قوي قوي، واقتصادية جدا جدا، وحاجة نضيفة كده وزي القمر. عامل زي كيلو من الحلاوة. كيلو الحلاوة بره دلوقتي ب120 جنيه. جربيها بقى واعمليها في البيت كده، هتعجبك قوي. واعملي بقى المكسرات اللي انت حباها، الكمية اللي انت حباها. انا جربت معاكم كميات صغيرة عشان لو حد حابب يجربها. ده الفيديو بتاعي، لو عجبكم شيروه واشتركوا عندي. باي باي.